إذا جبنا مقلاية أو صينية صغيرة وحطينا شي معلقتين 3 من الزيت النباتي أو زبدة على زيت، وضفنا بصلة متوسطة الحجم مقطعة على ناعم جدا وبدأنا نشوح فيها، ورح نضيف يعني أقل من ربع كيلو بشوي من اللحمة المفرومة ناعم أو خشن، وشوحناها لتغير معانا لونها. وكمكون اختياري ممكن تضيفوا شوي من الفطر الفريش أو المعلب. وبهذا الوقت اسمحوا لي صبايا أذكركم يا ريت ما تنسوا تنزلوا على التعليقات تصلوا على الرسول، لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ونكمل. ضفت حبتين متوسطة الحجم من البندورة مقشرين، وضفت ملح وفلفل أسود مش أكتر من هيك. بعد هيك رح أضيف معلقة كبيرة مليانة من صلصة البندورة وبشوحهم شوي سوا شي 3-4 دقايق. بعد هيك رح نضيف كوبين من المي سخنة أو باردة مش كتير بتفرق، بغطي الطنجرة وبتركها لتتسبك معي. بعد هيك رح أضيف شي 400 جرام من اللازانيا ومكسرين بهذا الشكل، وخلص بكفي. نقول زبطت وما زبطت، لزقت ما لزقت، نسلقها ما نسلقها، اعملوها بهاي الطريقة وادعولي. بخلي المرقة تغمر اللازانيا وبغطيها على حرارة منخفضة لتتسبك معانا تماما. ممكن تضيفوا شو 2 كوب ونص من البشاميل، هذا لو حابين تستغنوا عن الكريمة، ولكن لو حطيتوا بشاميل أبدا ما تغطوها. في حال حطيتوا كريمة بتغطوها شي 10 دقايق يتسبكوا مع بعض مع شوية جبنة موزاريلا، ودوقوا وادعولي عن جد بتشهي. بالهنا والشفا مقدما، وباي باي.